سلام، السلام كي عليكم دايرين؟ ورحمة الله تعالى لاباس وبركاته عليكم؟ متابعينا الكرام، بخير، كنتمنى من الله عز مزيان. وجل بغيت تكونوا في نقول أحسن لكم شكرا الأحوال بزاف وانتم على كتشاهدوا هذا الميساج الفيديو. ديالكم، مرحبا بكم معايا فيديو وشكرا جديد بزاف على وخبر جديد الدعوة على ديالكم وعلى قناتكم شوف الرغبة. أشطاري. ما تنسونيش أخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع. أول ظهور للتيك توكر غفران بعد خروجها من السجن، بعد ما قضت شهرين في السجن. اليوم خرجت بواحد الفيديو، فخليكم معي خوتي حتى الأخير باش تشوفوا الفيديو وكذلك شنو قالت غفران بعد الخروج ديالها من السجن. فبالنسبة إخواني أخواتي القضية ديال غفران، واللي ما عارفش أنها تحكمت بشهرين بعد ما نشرت معلومات كاذبة عن وقوع عملية اختطاف بمنطقة عين عتيق. نشرت فيديو على التيك توك ديالها وكتقول بأنه كاين عملية اختطاف. فمشاو السلطات لعين المكان وتبين بعد ذلك أن داكشي كامل اللي كتقول غفران غير كذوب. الهدف ديالها هو البوز. فجابتها في راسها. دخلت للسجن، قضات فيه شهرين، والبارح خرجت من السجن. فغادي نخليكم مع شنو قالت وأول ظهور ليها بعد الخروج ديالها من السجن، ونرجعوا من بعد. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم، شكرا بزاف على الدعاوي ديالكم وعلى هضرتكم الزوينه. كنحاول انني نقرا كاع لي ميساج وكنحاول نجاوبكم كاملين. لقيت بزاف ديال الدعوات ديال الخير، الله يرحم لكم الوالدين. لقيت بزاف ديال الهضره الزوينه، شكرا لكم بزاف. وكنحاول انني نجاوبكم كاملين، كنحاول انني نهضر مع كاع الناس اللي لقيتهم مصيفطين لي هضره زوينه. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا بزاف، وكتبقاو نتوما مصدر قوه وطاقه بالنسبه ليا، فشكرا لكم. وبغيت نقول لكم انا رجعت، وكاع الهضرات الزوينين اللي غتكتبوا ليا وكاع الكلام ديالكم الزوين غنحاول نقراه وغنحاول نجاوبكم كاملين، فشكرا لكم. كذلك إخواني أخواتي التيك توكر غفران نزلت ستوري كتقول فيه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى. الحمد لله على كل نعمة، والحمد لله في كل حال، والحمد لله دائما وأبدا. فالحمد لله على سلامتها، وإن شاء الله تتعلم من الأخطاء ديالها، وتعلم بأنه ماشي أياتها حاجة كنديرو بها البوز. كاين شي حوايج اللي ما خصناش نلوحوهم في السوشيال ميديا. كنتمناو ليها كل خير يا ربي، وإن شاء الله تعلم من الأخطاء ديالها. فكنتظر إخواني أخواتي تعليقكم بخصوص الموضوع، ونتلاقاو فيديو قادم إن شاء الله. ما تنساوش اللايك والبارطاج ديال الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش دائما توصلوا ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.